مساء الخير، حلقة جديدة من ميدو الملاعب. في الأول كده عايز أقول لكل إخواتنا في الجزائر الشقيق قلبي عندكم وقلوبنا كلها معاكم بعد الحادثة المؤسفة جدا اللي حصلت في الجولة الختامية في الدوري الجزائري في الرابطة الأولى المحترفة يعني في ماتش مولودية وهران وماتش التتويج، واللي أسفرت عن إصابات كتيرة في الجمهور ووفاة السيد يوسف مغوزي مشجع مولودية الجزائر، وإن شاء الله ربنا يرحمه. وقلبي معاكم وقلبي عندكم، وإن شاء الله يعني ربنا يجعلها آخر الأحزان وآخر الحوادث المؤسفة في الجزائر وفي كل البلاد العربية. بما ان احنا في كاس العالم للانديه، وبما ان بدايه كاس العالم للانديه لعدد من الانديه ما هياش البدايه كويسه، وبما ان احنا شفنا فرق كتير ظهرت بصوره سيئه، يبقى احنا لازم هنا نقف ونبص على شويه مشاهد كده في اللي اتلعب من كاس العالم للانديه اللي بتلعب في امريكا اليومين دول. يعني انا اما اشوف تألق انديه امريكا الجنوبيه برازيل ارجنتين، وما اشوف تراجع كبير لانديه كتيره كان متوقع منها انها تعمل حاجه، منها طبعا المرشح الاول دائما في اي مشاركه ريال مدريد وانديه كتير، لازم نعرف انه في حاجه غلط من قبل البطوله، في حاجه غلط في التحضير للبطوله دي. لان انا زي ما اتكلمت معاكم كتير في ميدو الملاعب انه البطوله ما هي إلا مشروع يجب التحضير ليه بصورة معينة ويجب العمل عليه بشكل معين. خلال الحلقة هندردش مع بعض وهنشوف مشاهد كتير وأمثلة كتير وإحنا بنتكلم مع بعض. خلينا نتفق إنه التحضير للمشروع عامة محتاج حاجة أساسية جدا تحطها قدامك علشان بعد كده تبدأ الشغل، اللي هي إيه؟ اللي هي تحديد الأهداف. يعني إيه؟ يعني أنت عايز توصل لإيه من مشاركتك دي، من المشروع ده، عايز يوديك فين وعايز تحقق إيه. بتحط الأهداف الفنية من مشروع البطولة دي والأهداف الاقتصادية. يعني أنت داخل البطولة دي معاك 9 مليون دولار للمشاركة بس، في ارقام تانية هتحققها وارباح تانية هتحققها في حالات معينة، في حالة المكسب وفي حالة التعادل وحاجات من دي، ولو صعدت الدور التاني وكلام من ده. طيب انت قبل البطولة مجهز نفسك على ايه؟ حضرت لايه؟ شفت مثلا حتة الربح الاقتصادي، عايز تخرج من البطولة وانت راجع بلدك عايز تحقق كام؟ كل حاجات دي مهمة، لان دي حاجات بتبني عليها بعد كده، بتبني عليها خطتك لمستقبل الموسم الجاي. كويس؟ لان انتوا عارفين الكورة والرياضة بشكل عام بقت اقتصاد وبقت فلوس ومش موضوع موهبة وكورة وفن ولعب والحاجات دي كلها اللي في الملعب، بقت ابعد من كده انتوا عارفين. فدي نقطة مهمة. الاهداف بعد كده بتحدد عليها التخطيط بتاعك، خطط معينة بتعملها بتحدد عليها الشغل وطريقة الشغل وانت ايه اللي هتعمله. طبعا ما دام اتكلمنا في ده يبقى لازم نرجع لتألق فرق امريكا الجنوبية برازيل ارجنتين في البطولة، واحنا بنشوف مشاهد مع بعض في حلقة النهاردة. اما بص على فرق امريكا الجنوبية، سواء بنتكلم على فلامينجو، فلومينيزي، بالميراس، التلاتة دول برازيل، التلاتة متصدرين مجموعاتهم لحد دلوقتي. كويس؟ وما اشوف بوكا جونيورز وريفر بليت من الارجنتين برضو ماشيين كويس قوي، رغم انه بوكا جونيورز اتغلب من بايرن ميونخ وفي الماتش الثاني وتعادل الماتش الاولاني مع بنفيكا، وريفر بليت بان كسب الماتش وتعادل الماتش، ولكن المجمل بتاع الفرقتين لا، واضح الجاهزيه. ليه؟ لانه هما انا لما اشوف تصريح المدير الرياضي لنادي فلامينجو بيقول احنا جايين علشان نرجع البرازيل اقل حاجة ب20 مليون دولار، يعني هو مستهدف يوصل اقل حاجة لدور الثمانية. كويس؟ فهو هنا محدد هدف اقتصادي من قبل كده، غير التحضيرات اللي عملوها قبل البطولة. يعني هو بيقول احنا اشتغلنا في الانتقالات من بداية الصيف اللي فات. كويس؟ يعني ايه؟ يعني هو ابتدى يجهز الفرقة ويكون الفرقة من الانتقالات الصيفية اللي فاتت، بحيث ان هو في الانتقالات الصيفية هيعمل مرحلة، والمرحلة التانية في تحضير الفرقة دي وتجهيز فريق يقدر ينافس ويقدر يحقق الهدف الاقتصادي اللي النادي عايزه على 3-4 مراحل، او على مرحلتين، انا اسف، الانتقالات الصيفية والانتقالات الشتوية. فكان عنده فرقة حسب كلامه بيقول احنا ده خلانا نكون فرقة متفاهمة مع بعض
عناصر عارفة بعض وفي نفس الوقت قادرين على تحقيق الهدف العالمي والهدف الاقتصادي اللي احنا عايزين نوصل له. ما بقتش قوي ابل فيريرا المدير الفني لبالميراس لما قال احنا عندنا اهداف، ولكن كانت اهدافه فنية اكتر، لانه بيقول الظهور في البطولات دي بيخلي الاكسبوجر، يعني النظر عليك اعلى واكتر، واحنا بنحاول نستغل ده لان ده من شأنه انه يطورنا فنيا في الفترة الجاية ويساعدنا على التطور حتى على مستوى التصنيف العالمي للنادي وكلام من ده. في ناس بتشتغل بجد، لكن في ناس ما حضرتش برضه. انا بصيت على اللي حضر، في ناس ما حضرتش، فخلينا نشوفهم مع بعض. طبعا ما فيش حد هيشكك في ريال مدريد وقدرة ريال مدريد وعظمة ريال مدريد اكيد يعني، لكن برضو اللي شفناه من ريال مدريد في اول ماتشين بيقول انه حتى بتتعادل بتكسب، لكن باين من اداء الفرقه انه في مشكله في التجهيز، خصوصا انه تشافي الونسو بعد الماتش الاولاني قصاد الهلال السعودي اللي تعادلوا فيه 1-1 قال انا كان عندي مشكله في تحضير الفرقه من ناحيه الخطط وفي التحضير النفسي والذهني للبطوله، وقال انه العامل الذهني والعامل البدني كانوا نقطة سلبية كبيرة لريال مدريد. يمكن تشافي الونسو انتقد الملاعب وانتقد الجو وحرارة الجو وكلام من ده موضوع هنتكلم فيه خلال حلقات جاية، بس انا بتكلم في حتة هل جهزت ولا ما جهزتش. طيب ليه ريال مدريد ما ظهرش بأعلى مستوى؟ مش بسبب ان الموسم اللي فات كان وحش، لا، ريال مدريد ما ظهرش بمستوى كويس لانه ما تحضرش بشكل كويس بفكرة تغيير مدرب وتشافي الونسو اتغير وكلام من ده. على العكس من ده نادي الهلال السعودي بالمناسبة، رغم ان هو عدى بنفس الظرف وفكرة انه تغيير مدرب مشي خيسوس جه سيموني انزاجي، لكن سيموني انزاجي عمل حاجة عظيمة جدا ساعدت الهلال السعودي انه يظهر بشكل كويس وشكل مرضي لجمهوره على الاقل. لان لما سيموني انزاجي يكون حريص على التواصل مع خيسوس ويعرف هو كان بيلعب ازاي ويفهم منه دماغ لعيبة الهلال، فتعرف انه لا، سيموني انزاجي في فترة قليلة جدا حضر كويس جدا، غير انه نادي الهلال السعودي مجهز حلو قوي من خلال التعاقدات، من خلال انت عملت التعاقدات بتاعتك امتى. هو الفرقة موجودة هي ما دخلش عليهم حد جديد، نفس الفرقة بتلعب مع بعض في منافسات الدوري السعودي وفي كاس خدم الحرمين وفي بطولة اسيا، فاللعيبة عارفة بعض وفاهمة بعض، مجرد جاء عليهم مدرب عرف يزيل اي عقبات بينه وبين اللعيبه من خلال تواصله مع خيسوس زي ما قلت المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي. لكن كمان على جانب اخر لازم ابص على مثل عربي محترم جدا، لانه برضو واضح من الماتشين اللي لعبهم انه حضر بشكل حلو وجهز، التجهيز كان كويس قوي، اللي هو نادي الترجي الرياضي التونسي. نادي الرياضي الترجي التونسي اتغلب من فلامينجو 2-0 وكسب لوس انجلوس 1-0. برضو لما بشوف ماهر الكنزاري بيقول انا بقالي مع الفرقه 9 شهور، استلمت وقالوا لي الهدف بتاعنا ان احنا نرجع نقدم شكل كويس وصوره كويسه للفرقه. يبقى هنا الهدف متحدد، يبقى ماهر الكنزاري ابتدى يشتغل على ده. خطته كانت هو بيقول انا حطيت خطة في الاحمال البدنية، خطة للاعداد النفسي والذهني وتجهيز اللعيبة انه البطولة دي مهمة جدا. عملت خطة تانية ليها علاقة بالفترات اللي بفصل بيها اللعيبة وبخرجهم من الضغط النفسي والكلام ده كله. فشفنا الترجي الرياضي التونسي في الماتشين اللي لعبهم قدم صورة كويسة قوي على الفرقه، ولسه برضه هتكلم على الترجي. انا بس النهارده عايزه اعلم على حته محدده، حته التجهيز للمشروع وازاي بتجهز لمشروعك. هشوف معاكم مشاهد تانية ونقفل الحلقه مع بعض. من المشاهد المهمه جدا في كاس العالم للانديه اللي بتلعب دلوقتي في امريكا قصه او فكره ازاي تكون خارج من موسم وتدخل فرقتك وترجع تجدد اهدافك. ده برضو ضمن ان انت محدد الاهداف بتاعتك، انت حاطط اهداف واضحة عايز توصل لحاجة كويس، تعلم اللي انت عايز تصبو اليه من خلال المشاركة دي كويس. دي تشوفها برضو مع باريس سان جيرمان. باريس كسب اول ماتش 4-0 على اتلتيكو مدريد واتغلب تاني ماتش
من بوتافوجو. بالمناسبة أنا نسيت أقول بوتافوجو البرازيلي برضه هو متصدر مجموعته ومقدم بطولة عظيمة جدا يعني. لكن خلينا في باريس وبعدين نروح لبوتافوجو. باريس سان جيرمان مثلا، لويس انريكي بيقول احنا جايين علشان نحقق اكبر عدد من الانتصارات مكافأة. الفرقة بتكافئ النادي، فعايزة تحقق ارباح اقتصادية للنادي مكافأة ليهم ان هم نفذوا مشروعنا كما يجب ان يكون، وتنفيذهم لمشروعنا ساعدنا على اننا نكسب تشامبيونز ليج وكلام من ده. شوفوا حتى التواصل بين ادارة النادي المدير الفني وادارة النادي عظيم جدا جدا جدا. لكن الفكرة عندي برضو هم عندهم هدف، حطوا خطة علشان يشتغلوا على الهدف ده. بوتافوجو قبل ما نقفل الحلقة شيء عظيم وتواصل، لان اللي بيخلينا نتكلم عن بوتافوجو برضو المدير الفني بتاعهم لما اتكلم قبل البطولة قبل ما يلعب اول ماتش وقال احنا جايين برضو، يعني يمكن معظم الانديه بتتكلم في اهداف اقتصاديه اكتر ما هي فنيه. يعني مدير فني بوتافوجو قال احنا جايين علشان عارفين ان البطوله دي من شانها انها ترفع قيمتنا الاقتصاديه اللي تخلينا ندعم الفريق بشكل اكبر، وده هيخلينا نقدر ننافس اكتر على بطولات الدوري وعلى كاس البرازيل وليبرتادورس والبطولات القاريه. يبقى هنا في اهداف واضحه، ففي خطه بتتحط صح فبتعرف توصل. ما ينفعش تبقى بتشارك او داخل على مشروع، يعني بما ان احنا بنتكلم في كوره في البطوله، ما ينفعش تبقى بتشارك في مشروع البطوله وانت ما عندكش اهداف واضحه وما عندكش اهداف واضحه، وبالتالي ما عندكش خطه لتحقيق الاهداف دي، لان داخل كده وزي ما تيجي تيجي وعلى الله حكايتك من الاخر، يعني سكه ودغري يعني. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان سوريا واليمن والسودان. ربنا يحفظ امهاتنا وابائنا بناتنا واولادنا اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويسدد رميها على كيان متزغا مجرم القاتل الغاصب للارض من 77 سنه. فلسطين واهلنا في فلسطين هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. على نلقاكم في حلقه جديده من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حره عربيه ابيه، بكل العرب ولكل العرب.